اللي مش هياخد عندي درس راح يرسب في امتحانات الشهر ومش هنجحه خالص، فاهمين؟ احنا هنخليه يتندم على اللي عمله معانا. اتفقنا يا صحابي. هاي وجدت حل المشكلة. الفيديو هينزل كامل على القناة. بس أنا زعلان مفيش حد بيحط لايك ولا بيشترك في القناة. أنا وجدت فكرة كويسة. لو الفيديو ده جاب 1,000,000 مشاهدة. انت بتحلم يا مياو؟ واصحى، احنا عايزين نفكر في خطة للمدرس. ايوه يا صاحبي، انا جاهز للخطة. طب بص هنعمل ايه؟ طلعتنا ليه من الحلم الجميل؟ بس اقول لك، انا عارف حبايبي هيخلوه الحلم حقيقة ان شاء الله. انتوا لازم تساعدوني. واحد فيكم يكلم المدرس ويقول له أنا مش هاخد درس عندك، وأنا هصور وهو بيزعق. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ فكرة ذكية يا مياو. يا مستر أنا مش هاخد درس عندك علشان بابا مش معاه فلوس. انا هنزلك في امتحانات الشهر لو ما خدتش درس. يا بني لازم تاخد درسي عندي. اسمع كويس، لازم تاخد درسي عندي عشان تتحسن. هتيجي بكره بعد المدرسه. لو سمحت يا حضرة المدير، شوف الفيديو ده. هو المستر عمل كل ده، انا هتصرف. سيب تليفونك يا مياو وروح انت على فصلك. حاضر يا حضرة المدير، انا رايح الفصل. الفصل؟ ازاي يا استاذ يا محترم تزعق في الطلبه وعايزهم ياخدوا درس خصوصي عندك؟ بس يا فندم مستواهم ضعيف. ممنوع، هتديلهم في الحصه بس. انت متحول للشؤون القانونيه وهم هيتصرفوا معاك. ايه؟ يلا اطلع بره ما اشوفش وشك هنا تاني. انت شاطر وشجاع يا مياو، تستحق التكريم، وعايز من اصحابك يعملوا زيك ولو شافوا غلط ما يسكتوش. شكرا يا مدير. انتوا لازم. ممتاز يا مياو، جائزة على شجاعتك. لا تسكتوا إذا رأيتم خطأ ولا تدعوا أحدا يستغلكم.